انا جبت لهم هذه الوصفه تانيك الشابه بزاف وهايله اللي طاختولات بالليمون. نروحوا للمقادير اللي هي 200 غرام فرينه، هذه العجينه 200 غرام فرينه، 200 غرام فرينه، قرصه ملح، ملعقه كبيره تاع النشاء، ملعقه كبيره نشاء، ملعقه كبيره تاع السكر ناعم، ملعقه كبيره من السكر الناعم. نديروا لافاني ملعقه صغيره تاع لافاني او اي ذوق تاع او اي عطر تاع كيما نقولوا تاع الليمون او تاع البنان، الموز او كيما تبغي الاخت. ونزيدوا قشور مبشور حبه ليمونه اللي هي ملعقه صغيره مبشور حبه ليمونه. نزيدوا 100 غرام زبده طريه، 100 غرام زبده طريه، واحده بيضه. كريمه الليمون، تحضير كريمه الليمون. نوجو كريمه الليمون اللي فيها كاس حليب اللي فيه 220 غرام، نص كاس عصير ليمون، ملعقه صغيره قشور الليمون اللي هو المبشور الليمون، ملعقه صغيره مبشور الليمون، 2 صفر بيض، 100 غرام سكر، و2 ملاعق كبيره من النشاء، 2 ملاعق كبيره تاع المايزينا، وملعقه صغيره تاع الزبده طريه، ملعقه صغيره زبده طريه. طريقه تحضير الميرينغ اللي هي 150 غرام بياض البيض، في 300 غرام من السكر. قلنا 150 غرام يعني توجور البيض السكر يضاعف على البياض البيض، يعني 150 غرام تاع بياض البيض و300 غرام تاع السكر. روحوا طريقة التحضير. نوجدوا العجينة اللي هي الفرينة اللي هي 200 غرام تاع فرينة، قرصة ملح، فرينة زائد زبدة، قلنا نضيف زبدة، والسكر ناعم، يعني فرينة، الملح، النشاء، السكر ناعم، لافاني، مبشور ليمون، ونخلط الكل جيدا. نخلطوا كلش هاد المكونات، نخلطوها مليح نخلطوها. من بعد كي نخلطوها نضيف الزبده، ومن بعد نخلطوا بالاصابع فقط، من بعد نلموا هاد العجينه نلموها بالبيض، يا اما تخرج لك حبه بيض ولا حبه ونص تاع البيض على حسب الفرينه اللي رانا حاطينها، النوعيه تاع الفرينه. وتاني كنخلطوا بالاصابع فقط، يعني ما نعجنش هاد لاباط بغيزي ما نعجنوهاش. نخلو ترتاح هاد العجينه لمده نصف ساعه في الثلاجه. نروحوا نحضروا كريمه الليمون، نحضروها. نوضعوا في كاسرونه الحليب والماء اللي قلت فيه كاس حليب ونص كاس تاع ماء، وقشور تاع الليمون يعني مبشور الليمون ملعقه صغيره او كما تبغي 2 ملاعق صغيره او ملعقه صغيره تاع مبشور الليمون. ونوضعوهم على نار يغلي، ماشي يغلي بزاف، غير يحمى برك، هذا ما كان. في اناء اخر نوضعوا 2 صفار بيض، هذا في اناء اخر ماشي اللي في الكاسرونه. نوضعوا 2 صفار بيض، 100 غرام تاع السكر، 100 غرام سكر. من بعد نزيدوا 2 ملاعق كبيره تاع النشاء، يعني المايزينا، 2 ملاعق كبيره تاع النشاء، وربع كاس نص كاس تاع عصير ليمون، نصف كاس تاع عصير ليمون. ونخلط الكل جيدا. من بعد نضيفوه للحليب
الحليب اللي راه فوق اللي راه اللي درناه يسخن، نخلطوه مليح مليح، نخلطوه من بعد نزيدوا له الصفر تاع البيض، الحليب اللي فيه تاع الصفر تاع البيض، ومن بعد نضيفوا ومن بعد نخلطوا بالفوي، نخلطوه مليح مليح بالفوي فوق النار حتى يعقد هذاك الخليط. من بعد كي يعقد هذاك الخليط تنجم الاخت تخلط كلش مليح مليح، تخلط مليح مليح، من بعد تصفي في كاسرونه باش هذاك المبشور تاع الليمون يتصفى في الصفايه. من بعد نوضعوا هذيك الكاسرونه نوضعوها على نار هادئه. من بعد كي نوضعوها على نار هادئه يعني نخلطوا بالفوي مليح مليح، نخلطوها باه ما تلصقش من التحت، نخلطوها مليح مليح بالفوي. من بعد نزيدوا لها ملعقه صغيره تاع الزبده ونخلطوا مليح مليح ونخلوها على جهه، يعني نغطوها بالكيس غذائي ولا لازم نغطوها باش ما تبقاش هذيك القشره من الفوق. نروح للعجينه، نحل عجينه في مولات تاع لي طاغتولات ونتقب بالشوكه ونوضعهم على نار 180 درجه او 160 درجه. عندكم اللي طاغتولات تاعكم ينحرقوا، اختي لا نحرقوا راهم يبسوا، خلوهم لي طاغتولات تاعكم يعني دوغي بويدين، ما تخلوهمش يحمروا. من بعد نخلوهم يبردوا، ومن بعد نملأ هذيك القوالب بالكريمه الليمون ونزينوها بالمرانج. هاد المرانج هادو طريقه التحضير تاع المرانج، نروحوا طريقه التحضير تاع المرانج. نقبض 150 غرام تاع البيض و300 غرام تاع السكر ناعم، هادو نديروهم في بان ماغي ونخلطوهم مليح مليح، نخلطوهم مليح مليح حتى يولي كيما الكلاصاج، يولي هذاك الخليط يولي ابيض، يولي كيما الكلاصاج يولي. من بعد نقلعوهم في بان ماغي، نقلعوهم ونبقى نخلط فيهم بالباتور، نخلط فيهم مليح مليح بالباتور يا ربي لمده 10 دقائق ولا، المهم باش تبقى لا ميرانك تاعنا شابه بزاف وتبقى شاده روح هذيك الميرانك. نوضعوها في الثلاجه لمده 15 دقيقه فقط او 20 دقيقه يعني حتى تشد روحها. من بعد نوضعوها في لابوش ونروح نزينوا بها لي طاغتولات تاعنا. كي نزينوا بها لي طاغتولات تاعنا نقبض هذوك لي طاغتولات تاعنا، نشعل الفرن من الفوق برك، نشعل الفرن من الفوق باش هذاك لا ميرانك تنحرق غير شويه برك من الفوق. هذا مكان تحطيهم وتعسيهم كي تشوفيهم غير شويه حمار برك انحيهم. هذو هما لي طاغتولات بالليمون.